السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى تعالوا شوفوا انا عملت السجق ازاي. مش هقول لكم على طعمه احلى بجد. ابني قال لي يا ماما انا هنزل اشتري سندوتشات كبده وسجق. قمت انا قلت له طب وعلى ايه؟ كان عندي نص كيلو سجق، رحت مطلعاه من التلاجة ورحت مقطعاه زي ما انتم شايفين كده حلقات، ورحت جايبه بصلايه حلوه كده ورحت مقطعاها برضو حلقات كده صغننه، صوابع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجبت بقى طبعا ايه عشان اكتره بقى، ده نص كيلو بس، يعني كنت هجيب منين؟ لازم اكتر الاكل عشان يقضي العيال. جبت بقى هنا حبه فلفل الوان اهمت، واقلبهم شويه برضو يتدلوا عشان الفلفل الالوان بيبقى مشادد شويه كده عن الفلفل الاخضر، يعني مش بالسهل ان هو يستوي بسرعه، بس بجد بيدي طعم للاكل تحفه، وكفايه ان هو فيه فيتامين حلو. قلبته بقى كويس هنا كده يا حبايبي. ما تنسوش بقى لما اشتركش في القناه اشترك في القناه، وعايزه اللايكات بتاعتكم. انا مش عارفه انتوا مالكم نيمتوا لي القناه بتاعتي كده ليه. عايزه كده اهو المره دي ابص الاقيه ما شاء الله يعني كتير كتير كتير. وهنا جبت قطيتين كده وكنت مخرطاهم برضو واقلبهم كويس. وانا طبعا مقطعه السجق حلقات. اديكوا شفتوه في اول الفيديو عملته ازاي. هنا بعمله يعني كان شكله ايه، دلوقتي بعمله قدامكم. يلا بقى اللي ما اشتركش في القناه اشترك في القناه. والتوابل طبعا، هو السجق اصلا بيبقى فيه توابل كتير، فانا ما بكترش، يا دوبك بحط شعر فلفل اسود عشان ال- الفلفل وكده. اهو يا ستي شفتي بقى النص كيلو رمى ازاي لما قطعته حلقات. ومش هقول لكم كنا وشبعنا ولا نشتري ولا حاجه. مع الف سلامه وحفظ الله.